امرأة متحققة من ذاتها وتمتلك حرية مالية واستقلالية بذاتها هي امرأة عادة يخاف منها الرجال ويهرب منها الرجال. ليش هذا الشيء بيحصل بعالمنا العربي؟ يمكن لفكرة شائعة أو ستيريوتايبينج، صورة نمطية بأنه هاي المرأة هي مرأة قوية ومتسلطة، وامرأة تنازع الرجل على أدواره المجتمعية أو تزيحه حتى من دوره. هذا الندية بالتعامل والتنافسية بين المرأة والرجل هو طبعا أكيد يفشل علاقات المرأة وبيخرجها أكثر من علاقة مع الرجل يعني، وممكن تفشل طبعا أكيد بزيجاتها. والخطأ هون يكمن على المرأة وليس على الرجل، لأنه المرأة التي تتخذ أدوار مجتمعية مش من أدوارها أو بتنافس الرجل على أدواره المجتمعية أو تدخل معه بصراع، فهو أكيد صراع فاشل. أولاً إحنا عنا توازن ما بين طاقتنا الأنثوية وطاقتنا الذكورية، فإذا حاولنا أنه نحن نتخذ أدوار ذكورية وننسى كينونتنا الحقيقية، جوهرنا الحقيقي، نحن إناث رقيقات، قد يكون فينا ضعف ولكن ليس هشاشة، عادي ممكن نتحقق من ذاتنا وننجح بأدوارنا المجتمعية المختلفة، قد نصل إلى مناصب عالية سياسية أو اجتماعية. هذا لا يعني بأنه نحن نناكف الرجل أو نزيح الرجل، وإنما على العكس، كل ما كانت المرأة ذكية ومكتفية بذاتها وعارفة تماما أنه هي قادرة على أن تكون جنبا إلى جنب الرجل، مش بحالة صراع، مش بحالة عداء، فهي امرأة ناجحة. وبالعكس الرجل المكتمل أيضا المتحقق من رجولته هو رجل سيرغب بأن يكون إلى جانب هذه المرأة، لأنه قوته ستكتمل بوجود امرأة قوية إلى جانبه، وسينظر إلى أنها مكملة له وليست مهدد لعرشه على سبيل المثال.